إلى الرياض والصديق العزيز الأستاذ علي مسعود مدير تحرير جريدة الرياض السعودية. أستاذ علي أهلا بيك. اهلا استاذ ابراهيم، مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي، وتحياتي للباشمهندس عادل القيعي ولكل جماهير النادي الاهلي في مصر والوطن العربي. وفي البدايه قبل ما نبدا نتكلم لازم اهني الجميع بالانتخابات الرائعه اللي كان ليها صدى عربي كبير جدا، وبالردود الفعل اللي كنا احنا هنا في السعوديه فخورين بيها، واحنا بنتابع عمليه ديمقراطيه يندر تكرارها في اي نادي في الوطن العربي كله. كان النقل على الهواء على مدار 24 ساعه، وكانت الحاجه مشرفه، وكنا بنشعر بالفخر والعزه اللي ده موجود في النادي الاهلي. ان في 37,000 واحد بيشوف في 9 ساعات او في 10 ساعات يذهبوا الجمعيه العموميه، فببارك للجميع على الشكل المشرف اللي احنا ظهرنا عليه. أستاذ علي، لاحظت أنه مسؤول الرياضة السعودية الأول تركي آل الشيخ متابع لانتخابات الأهلي لحظة بلحظة، وتغريداته كانت كتيرة في المسألة دي. بالتأكيد الأهلي مكانته الكبيرة مخليها دايما متصدر الأحداث ومتصدر الكلام سواء في مصر أو في الوطن العربي. وعلى مدار الأسبوع اللي فات كان تركي آل الشيخ المستشار في الديوان الملكي ورئيس هيئة الرياضة في السعودية، وهو دلوقتي رئيس الاتحاد العربي للتضامن الإسلام، وعما قريب جدا سيكون رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بعد استقالة الأمير تركي بن خالد. هذا الرجل الذي يمثل ثورة جديدة في كرة القدم السعودية أو في الرياضة السعودية بشكل عام، وهنا بيعتبروه الأمير فيصل بن فهد الجديد. يعني أنت أعتقد الكابتن عادل وحضرتك تذكروا أيام مجد الأمير فيصل بن فهد. صحيح. فهو تركي آل الشيخ ده متوسمين فيه الجميع انه بيعيد عصر الحزم والقوه اللي كان موجود في الرياضه. تركي آل الشيخ من اللحظه الاولى، يمكن مش في الاسبوع اللي فات، من قبل كده، وهو عبر من خلال تغريداته ونشط جدا على وسائل التواصل الاجتماعي على امنيته بفوز الخطيب، وانه الخطيب بالنسبه ليه اسطوره تتكرر. طلع في حوار في احد القنوات المصريه مع عمرو اديب، وقال انه بيقول له انت بتشجع ايه؟ قال له انا دمي بشجع لون دمك، انا دمي بيسري فيه الاهلي. قال الكلام ده على الهواء في برنامج مذاع فضائي. بعد كده يمكن قبل الانتخابات بثلاث اربع ايام في تغريده مشهوره قال فيه ان انا بتمنى لاخي محمود الخطيب اسطوره الكره المصريه الفوز. وقبل ما تعلن نتائج الانتخابات بشكل عام يوم الخميس اللي فات، يمكن لسه المؤشرات كلها كانت بتقول فوز الخطيب وقيمته، هو كان سبق الجميع والساعه 11 بالليل تقريبا 11:30 جرد وقال أبارك لأخي محمود الخطيب، وأعلن عن زيارتي للنادي الأهلي خلال شهر ديسمبر لبحث أمور أو استثمارات مع النادي القرن. لا ده نقف، ممكن نقف هنا لحظة بقى. أنت رحت للمهندس عدلي في ملعبه بقى، ما دام أولا أهلا بيك يا أستاذ علي، ودائما يعني بتشيرين. أنا سعيد إن أنا أسمع صوتك يا باشمهندس. الله يخليك. الله يخليك. الحقيقة دي نقطة اللي عايزين نقولها، يعني أن النادي الأهلي يفتح الأبواب والآفاق للجميع، أن مجرد ثقة الناس في شخص قيادة النادي الأهلي، يعني أهو إعلان حضرتك بتعلنه على الهوا نقلا عن صاحبه أنه هيجي عشان يشوف مسائل ذات اهتمام مشترك بينه وبين الرياضة السعودية والنادي الأهلي. وأهلا بيه في أي وقت، وأهلا بكل الأشقاء اللي عايزين يمدوا إيدهم معانا علشان الرياضة تستحق جهد مشترك فعلا. بالتأكيد، والكلام ده مش في الرجل عادي، يعني احنا بنتكلم على شخص أحدث ثورة في الرياضة السعودية، وشخص ينتظر منه على إن شاء الله الرئيس القادم للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، شخص مسؤول كبير في لا صاحب كلمة. ما طبعا بالظبط. هو رجل شاعر، وهو رجل حساس، وهو راجل من الناس الواضحه جدا اللي ما بيحبش المواربه من البدايه. يعني هو شاعر ايضا. بالظبط. يبقى باذن الله تجربه سمو الامير عبد الله الفيصل يعني بالظبط تتكرر معانا باذن الله. له اغاني في مطربين مصريين كبار بيغنوها طبعا. اللي هو تركي آل الشيخ يعني تلميحه على فكره، يمكن هو انتخب رئيس الاتحاد التضامن الاسلامي من اسبوعين بالظبط،
بعد انتخابه مباشره اعلن عن تبرعه ب 30 مليون ريال سعودي، يعني تقريبا 150 مليون جنيه مصري للاتحاد. اعلن عن بناء مبنى للاتحاد التضامن الاسلامي اللي بيضم 56 دوله في الرياض. فاحنا بنتكلم على يعني رجل كبير في عالم الاستثمارات. وعلى فكره طبعا انت يعني على مدار الايام اللي فاتت كان في انتخابات كتير في انديه كتير في مصر وغير مصر، لكن لم يهتم ولم ينهض ولم يتحدث الا عن الاهلي، ودي يعني نتيجه المكان. عندما يكون هذا الشخص الرائع الكريم يقول ان الاهلي في دمي، فنحن بنقول له وانت في قلوبنا. بالتاكيد. وبعدين هو حدد يا باشمهندس كمان، يعني حدد تماما انه قادم في شهر ديسمبر، يعني ما قالكش هاجي يعني زياره متفق عليها. كان قادم في شهر ديسمبر لتهنئه اخي محمود الخطيب في النادي الاهلي وبحث استثمارات قادمه. فده دليل على المكانه الكبيره اللي بيمثلها الاهلي اكيد. والروح بين البلدين فيها هذا الدفء الرائع. استاذ علي، كيف تابعت رد الفعل السعودي لوقوع المنتخب السعودي مع المنتخب المصري في مجموعه واحده في كاس العالم؟ والله يمكن استاذ ابراهيم كان في مقوله حد بيقولها في وسائل التواصل الاجتماعي عبرت بدقه عن اللي حاصل سواء في مصر او هنا، اللي هي ان السعوديه فرحانه بالقرعه ومصر فرحانه بالقرعه وروسيا والاورجواي فرحانين بينا احنا الاثنين. صحيح. فدي حقيقي جدا. يعني هنا في السعوديه كان في تفاؤل غير طبيعي بالقرعه، وكأن البعض يرى ان مجموعه سهله جدا. طبعا هو نقطه اللي اسعدت او ابهجت السعوديين بشكل عام هنا ان السعوديه هتلعب مباراه الافتتاح. يعني دي كان شرف ليه كمنتخب عربي، انه اول منتخب عربي في تاريخ كره القدم او في تاريخ بطولات كاس العالم هيلعب الافتتاح. صحيح. هيلعب الافتتاح مع روسيا. ده بالنسبه ليهم يعني حتى احد الامراء او احد المسؤولين هنا قال لك ان احنا لو دفعنا مليارات طبعا عشان يعلن عن اسمنا في مباراه الافتتاح لن يحدث ده الا في ايه؟ يعني سبحان الله اللي جت بالصدفه لوحدها. فده سبب فرحتهم. اكيد طبعا في سبب ثاني واعتقد بنشترك احنا وهم فيه، اللي هو ان هم بعدوا عن المنتخبات الكبيره المانيا والبرازيل والارجنتين، المنتخبات اللي ممكن الناس تخسر فيها بنتائج كبيره يعني. لكن لان روسيا في المتناول في النهايه، يعني اوروجواي اكيد منتخب. يعني هل يتحقق الحلم من وجهه نظرك ان ممكن مصر والسعوديه يوصلوا يعني لو ربنا وفق السعوديه مع روسيا واحنا مع روسيا مع اوروجواي، اعتقد هيبقى فرصتنا احنا الاثنين كبيره نطلع مع بعض يعني. والله احنا نتامل ده. على الصعيد الرسمي رئيس الاتحاد السعودي لكره القدم اللي هو عادل عزت قال كده، قال نتمنى احنا ومنتخب مصر يتاهل عن المجموعه. ده الكلام اللي قاله. هو يتمنى واحنا نتمنى، بس ده مش كاس العرب يا علي، ده في النهايه كاس العالم برضه. ما بقول لك الاثنين فرحانين بينا يعني برضه. طيب بمناسبه برنامج اعداد بقى المنتخب السعودي، لانه طبعا الفرقتين هيبصوا على بعض كتير. 100% هيبدا المنتخب المصري يتابع بخطوات اعداد المنتخب السعودي، وبالتاكيد هم باصين على المنتخب المصري ومراحل اعداده. اعداد المنتخب السعودي ماشي ازاي؟ انا اقول لك على حاجه مهمه. يعني يمكن العيب الوحيد في وقوعنا احنا والسعوديه في مجموعه واحده ان كان في افكار كتيره بان يتعمل معسكرات مشتركه او يتعمل حاجات مشتركه. دي هتبقى صعبه دلوقتي طبعا خلاص احنا في مجموعه واحده. لكن المنتخب السعودي من دلوقتي جهز نفسه بشكل كبير جدا، وحط ميزانيه كبيره لتجهيز منتخبه لكاس العالم. المنتخب السعودي اعلنوا بشكل رسمي هيلعب مع المانيا وهيلعب مع البرازيل وهيلعب مع الارجنتين. ماشي؟ اعلن بشكل رسمي بعد اتفاقيات مع لاعبين الاتحاد السعودي واتحادات الدول الثلاثه. طبعا هو لعب الشهر اللي فات مع البرتغال في لشبونه 3-0 اعداد. هو بدا رحله الاستعداد لكاس العالم تقريبا من شهر ونص. طبعا كان بيقود المنتخب السعودي فنيا المدرب كان اسمه مارفك، مدرب هولندي. كان المستغرب في الموضوع انه تم الاستغناء عنه مباشره بعد نهايه التصفيات. ربما لم يتم التوصل الى اتفاق معه، وربما لم يحدث توافق. اتفق المنتخب السعودي، جابوا مدرب كان مدرب سابق للمنتخب الاماراتي،
وكان مدرب الارجنتين قبل كده اللي هو باوزا. المدرب الارجنتيني فضل مع المنتخب السعودي تقريبا بالظبط 40 يوم او شهر و10 ايام. لعب معاهم، عملوا معسكر في لشبونه في البرتغال لمده 10 ايام، لعبوا فيه 3 مباريات، خسروا في 2 وكسبوا واحده. ماشي؟ كسبوا يمكن منتخب سلوفينيا منتخب، لكن خسروا من البرتغال وبلغاريا. فبعديها يعني هم شافوا القياده السعوديه او المسؤولين عن الرياضه السعوديه ان من الصعوبه ان المنتخب ما ظهرش بمستوى كويس، ان احنا نقدر نغير دلوقتي قبل ما نغير ايه؟ قبل نهايه كاس العالم. ففعلا استغنوا كمان عن المدرب اللي هم جابوه. جابوا مدرب ارجنتيني اسمه بيزي. ده تولى المسؤوليه تقريبا من اسبوع فقط. لسه ما وصلش السعوديه، هيبدا يختار العناصر. عندهم معسكر في شهر يناير الجاي تقريبا مع ايام الفيفا اللي هي افترض كل المنتخبات هتعسكر فيها. هيبدا خلالها يتعرف على المنتخب. في خطه مهمه جدا بدات يعني السعوديه يمكن بداتها من قبل ما القرعه والكلام ده، ان هو طبعا هم بيفتقدوا قصه ان هم القصه اللي عندنا احنا في مصر اللي هي عندهم لعيبه في اوروبا عندهم الكلام ده. طبعا لم يحدث ان في لعيبه في السعوديه في الفتره اللي فاتت، ما فيش في الوقت ده ما عندهمش محترفين في اوروبا. فلتعويض الجزئيه دي بداوا يفكروا الاتحاد السعودي طبعا يعمل معسكرات بره كتيره. لا ده فيها فكر في فكره ثانيه كمان، انه هيرسل يعمل عمل اتفاق مع الاتحاد الاسباني ماشي، على اساس يبعت بعض اللعيبه البارزين في المنتخب هيعاروا خلال بدايه من شهر يناير من فتره الانتقالات الشتويه في روسيا لمده 4-5 شهور، على اساس ياخدوا على الاجواء. يعني الفكره بدات بفهد المولد. الفهد المولد ده لعيب وسط في المنتخب السعودي وهو صاحب هدف التاهل اللي هو الهدف. يعني يروح يعمل معايشه ولا يفضل يتمرن معاهم هناك؟ هم بداوا الفكره الاول، بداوا يأهلوا بعض اللعيبه في فريق مانشستر يونايتد نهائيا لمده اسبوعين. ومن شهر يناير هيتم اعارته لاحد الانديه الاسبانيه اعاره، يلعب مع الفريق لمده 4-5 شهور. ايوه بس بشرط انه يلعب، ما يقعدش على الدكه بقى. ما هو ده اتفاق. يعني هو كان الاسبوع اللي فات كان فيه وفد الليجا الاسباني، رابطه دوري المحترفين الاسبانيه كانت موجود في السعوديه، يمكن سافروا من 3 ايام فقط. حصل اتفاقات بشكل كبير واتفقوا على ان فعلا زي ما حضرتك تفضلت اللاعب اللي هيروح يلعب على اساس يتم الاستفاده من الشكل. فدي فكره عملوها للعيبه عشان يحصلوا على الاجواء الاوروبيه. طيب بمناسبه اللعيبه استاذ علي، اللعيبه المصريين عندك يعني حسام غالي اخباره ايه؟ حسام يمكن كان بيلعب اول امبارح مع الباطن السعودي وتعادلوا 1-1. كان له دور كبير طبعا، هو بس خد كارت اصفر هيكلفه انه ده الكارت الاصفر الثالث ليه، هيكلفه انه يغيب المباراه الجايه. لكن حسام اعتقد يمكن كان في كلام اتقال من الشهر اللي فات على انه حسام من المرشحين اللي ممكن يغادر في يناير، لكن اعتقد الوضع اتغير في الاسبوع الاخير ده او في ال10 ايام الاخيره. الوضع اتغير تماما. ليه؟ لان دائما وحضرتك اعرف والباشمهندس اعرف بالقصه دي ان الفرقه بتظهر المشاكل فيها وهي بتخسر، لكن لما بتكسب الامور بتبقى ماشيه كويس جدا. النصر بدا يرجع يكسب 6 ماتشات ورا بعض، يمكن بس تعادل الماتش الاخير. اللي كان في كلام بيتقال على انه هو في لاعب ليبيري اسمه ديبور على انهم احتمال يغادروا في شهر يناير الجاي، لكن اعتقد الكلام ده بقى في يعني خف بشكل كبير، وحسام ممكن يكمل مع النصر لغايه نهايه السنه. حسام انت عارف لاعب حماس ولاعب مخلص للفريق ولاعب يقاتل في الملعب، وده قد يعرضه في بعض الاحيان لبطاقات صفراء، قد يعرضه الى نرفزه، قد يعرضه لحاجات زي كده، لكن يبقى دائما رقم صعب جدا ورقم مهم جدا بين اللاعيبه المصريين الموجودين هنا او موجودين في الخارج. وعصام الحضري بالنسبه عصام انت عارف التعاون هو اللي بيعتمد على عصام الحضري بشكل اساسي. الفريق بتاعه تعادل الماتش الاخير 1-1، عصام بيلعب اساسي. اعتقد اللي خرج الحسابات خالص دلوقتي ما بيلعبش، الاصابه اثرت عليه بشكل كبير. مصطفى فتحي تقريبا كمان بقى خارج حسابات في التعاون السعودي هنا. اعتقد انه هو في تفاوض مع الزمالك بانهم يرجعوه، او لانه يبدو ان الاصابه بتاعته مؤثره بشكل كبير. الكهرباء كمان انقلك على كهرباء، كان عنده اصابه في الظهر كانت واضح انه كان متاثر بها بشكل كبير.
اتحاد جده بعته المانيا، قعد اسبوعين ثلاثه، بدا يتعافى بشكل كبير. في الماتش الاخير هو جايب جون، لكن طبعا لم يسترد عافيته بشكل كبير، لكن اعتقد انه في طريقه للتعافي. يمكن واضح بشكل كبير انه غاب عن المنتخب في المباريات اللي فاتت. ده بالنسبه ممكن سؤال بقى يعني مهم جدا. واضح ان السعوديه مديه الاولويه على كل شيء لكاس العالم والاستعداد لكاس العالم. كيف يؤثر هذا على الدوري؟ هل هيلعبوه من غير الدوليين ولا الدنيا هتمشي طبيعيه؟ لا، بالنسبه للدوري هو هيلعب بالدوليين لغايه اخره، لكن كل الترتيبات بتقام على ان الدوري ينتهي في شهر ابريل، على اساس يبقى شهر مايو كامل والجزء من ونص تقريبا يونيو المنتخب متفرغ تماما للمعسكرات في اوروبا. لكن زي ما يمكن قلت معاكم قبل كده مره، هم قرروا ان كاس الملك هيتلعب من غير الدوليين، ده اللي هو يقام في شهر مايو، ده هيتلعب من غير الدوليين. لكن الدوري السعودي للمحترفين اللي احنا تقريبا وصلنا بعد مباراه نبقى وصلنا النص تقريبا كده، ده هيلعب بالدوليين بشكل طبيعي. والهلال متصدر. افضل تاهيل. الهلال متصدر. الهلال متصدر وقطع مسافه كبيره، يعني يمكن الكل على فكره في مفارقه حاصله، يمكن اتكلمنا برضه مره عليها قبل كده، التشابه اللي بيحصل ما بين الهلال هنا في السعوديه والاهلي في مصر. الهلال فقد بطوله الدوري ابطال اسيا بنفس السيناريو الكربوني اللي فقد به الاهلي بطوله افريقيا، انه ضيع المباراه في ملعبه، في مباراه الذهاب اللي على ملعبه، وتعادل 1-1 وراح هناك خسر 1-0 الهلال. فبدا يرجع. اول ما رجع الدوري طبعا طايح في كل الفرق في ال3 ماتشات متتاليه، استرد الصداره من المباراه الاخيره. يبدو انه لو مشي على نفس النهج كده هيوسع الفارق ل10 نقط تقريبا بينه وبين بقيه الفرق. فاعتقد هو كالعاده مرشح اول لاحراز البطوله، واللي بعديه النصر والاهلي بمراحل. يعني الاتحاد طبعا اتحاد جده السنه دي زي ما كان السنه اللي فاتت بعيد شويه عن مستواه وعنده مشاكل كثيره. يعني مش عارفين نشكرك ازاي، يعني وفيت كل النقاط، والناس عايشه دلوقتي في الاجواء استعداد السعوديه بشكل لم يسبق تغطيته قبل كده. نشكرك جدا جدا جدا. شكرا جزيلا للصديق العزيز الزميل علي مسعود، مدير تحرير جريده الرياضي السعوديه.